انتوا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني جدا جدا جدا، ومبسوطة جدا جدا بالمشتركين الجداد. آه يعني اهلا وسهلا بيكم، ونورتوني وشرفتوني واسعدتوني. النهاردة بقى كانت مشترياتنا. كان اول مرة ننزل السوق. طبعا تلات ارباع البائعين كلهم قافلين. ف جبت شوية خضار كده، جبت الطماطم ب20، الليمون ده كان عامل 25، كان فيه ب60، وكان فيه ب40. بس طبعا ليه يعني جبت ده، يعني هيقضي الغرض برضو. البصل ده كان عامل 10 جنيه، والبرتقان ده، البرتقان البلدي بتاع العصير، الكيلو كان عامل 15 جنيه. قولوا لي بقى، نزلتوا السوق ولا لسه؟ جبتوا حاجة ما جبتوش؟ يعني قولوا لي الدنيا فيها ايه معاكم. الخضرة دي كانت بقى في حتة تانية، كانت الأربعة كانت ب10. طبعا خلاص بقى الحر جه، وطبعا الخضرة بتبقى يعني نادرة جدا في السوق. جبت علبة جبنة، مش عارفة والله كنت جايباها بكام. جبت البيض ده. انا بحب اجيب البيض الاحمر، لان الابيض بحس ان هو زفر شوية، فبجيب الاحمر ده على طول. كان ال10 كانوا عاملين 35 جنيه. تعالوا بقى نشوف بقية الحاجة اللي احنا جبناها. يعني هنفضل الاول الحاجات ديت، وبعد كده هشوف هوريكم بقية الحاجة اللي انا جبتها. في سوق جنبي كده اسمه سوق التلات. السوق ده بتبقى يعني الحاجات فيه متهاودة شوية. في حاجات يعني ينفع تتجاب، وفي حاجات ما ينفعش. لبس الاطفال يعني ايه. في حاجات ممكن بيتي كده ممكن الواحد يجيبها، انما خروج بصراحة لا، يعني بيبقى شعبي قوي، وما بصراحة ما بحبش ان انا اجيبه من هناك. رحت السوق دوت، جبت شوية طلبات من هناك كده. عشان انا يعني ايه مسافرة، هروح عند اهلي وكده في البلد، عند مامتي. فقلت بقى ايه، اما اجيب شويه طلبات كده قبل ما امشي، وحاجات يعني تخصنا وكده. جبت المشايه دي، قولوا لي ايه رايكم فيها بقى. المشايه دي جبتها، كانت عامله 50 جنيه من السوق. هي بصوا، الحاجات دي بيبقى فيها غلطات بسيطه جدا جدا، بس يعني غلطات ايه اللي هو مش باينه، ومش بتعمل حاجه، يعني مش يعني الحاجه بتبقى برضو ايه ماشي حالها. يعني بصوا، دي كان فيها غلطه بسيطه قوي. الغلطه دي يعني ايه هتشوفوها دلوقتي. حاجة بسيطة قوي، بس يعني خامتها تحفة وتقيلة، وكانت ب20 جنيه والله. طبعا انا جبت العباية دي ليا. العباية دي كانت فسكوز. انا كنت هجيب اسدال بصراحة، بس طبعا ايه، الاسدالات مش عارفة اسعارها ايه، بقت ايه دلوقتي، اسدال بيتي يعني. فقلت اما اجيب خلاص العباية دي وخلاص. لقيت واحد بيبيعها بيبيع الواحدة ب350 جنيه. فقلت هجيبها. الطقم ده طبعا ما كانش من السوق، لا ده كان من محلات بتاعت الاطفال وكده، كنت جايباها لمكة. الطقم ده كان تيشيرت وشورت. عامل كام؟ عامل 650 جنيه. يعني بعد العيد طبعا الاسعار بتبقى كويسة، بتبقى متهاودة شوية، لان خلاص الناس اشترت وخلاص، يعني ما فيش حاجة تانية، ما حدش هيجيب حاجة تانية. وقلت بقى ما ادلع نفسي شوية، جبت بقى الغواشي اللي انتوا شفتوها دي، كانوا عاملين 150 جنيه 6. والطبق الصينيتين دول، صينية يعني على قد كوباية، على قد كوباية واحدة بس، ب10 جنيه. وجبت الشنط دي للبطاطين، عشان البطاطين عندي الشنط بتاعتها كلها يعني اتقطعت. فطبعا جبت لهم شنطتين، الشنطة كانت ب60 جنيه، جبت الاتنين ب120 جنيه. بس بصراحة يعني ايه كبيرة قوي دي، هي يعني الكاميرا مش يعني مش جايباها يعني على حقيقتها، يعني على حقيقتها ان هي كبيرة قوي، كبيرة جدا يعني، تاخد بطانيتين اصلا، مش بطانية واحدة. الكاميرا مصغرة قوي كل حاجة، حتى كمان مش جايبه لكم الالوان، يعني اللي هي طبعا. كان في لبس الحمزة، كنت جايبه له تيشرتين، وكنت جايبه له طقم كده شورت وتيشيرت برضو، وكنت جايبه له بنطلون. بس مش عارفه والله العظيم يا جماعه، وانا صورته وعملته وكل حاجه، وبعد كده جايه بدور عليه، ما لقيتهوش خالص، واستغربت هو ليه راح فين وكده، معرفش. هو التليفون بتاعي كل شويه يقول لي المساحه المساحه. طبعا رحت بقى، ما اعرفش بصراحه الفيديو راح فين. فقلت اما مش مشكله بقى، يعني مش لازم بقى اصوره، مش يعني انا بصراحه يعني ايه كنت خلاص بقى فيصت من الحر يعني. دخلت بقى المطبخ، قلت اما اشوف يعني اعمل الغدا وكده. كان عندي فراخ،
كانت فراخ يعني كانت بايته في التلاجة. كنت عامله اكل قبلها بيوم، والفراخ دي كانت قاعده عندي لان عيالي ما بيحبوش الفراخ فبتقعد يعني ما بتتاكلش. فقلت طيب يعني ايه اما اعمل جنبها اي حاجه، فعملت ورق عنب. كان عندي ورق عنب من العيد، ورق عنب اخضر يعني. فقلت ايه، كنت جايباه على اساس ان انا اعمله في العيد بصراحه، ما عملتش يعني. طبعا كان الاكل حاجات تانية، فتة، رقاق، مش عارفه، ممبار، ما اعرفش ايه، فما كانش فيه وقت ان انا اعمله خالص. فقلت بقى اما اعمله جنب الفراخ ديت، واستغل يعني ان اليوم يعني يبقى خفيف شويه، ان انا ما اعملش حاجات كتير يعني فيه. كان هيبقى هو بس المحشي وخلاص. عملته زي ما انتوا شفتوا كده. وصحيت بقى البنات قلت لهم لا يعني انا خلاص فصلت، قوموا بقى انتوا ايه، ظبطوا الشقه وروقوها وكده. خليتهم هم روقوا الشقه وكده، وانا بس ايه عملت الغدا. وبس. لا يعني لان بصراحه اليوم ده كان صعب يعني، حر، مع اول الشهر في العيش. وقفت عند الفرنه شويه محترمين يعني عشان اجيب عيش وكده. فكنت بصراحه جايه خلصانه يعني، خلاص مش قادره اعمل حاجه تاني. فحلو قوي ان الواحد يعني ايه يقف في المطبخ في الحر ده يعني. بصراحه الجو صعب صعب قوي والله يا جماعه. انا كمان عشان شقتي في الدور الخامس، اخر دور يعني، هو اخر دور. فبصراحه احنا بنتشوي والله العظيم يا جماعه بنتشوي. انا ببقى يعني عامله زي الفراخ البيضه. شفتوا الفراخ البيضه كده انا ببقى عامله زي الفراخ البيضه، مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه اقف في المطبخ. لو دخلت المطبخ عملت لهم غدا ولا حاجه، بطلع احط لهم الاكل وما باكلش. تعالي كلي، في انتي مش تاكلي؟ اقول لهم لا. لما احس ان انا هديت كده من الحر اللي في المطبخ، واحس ان انا خلاص قادره اكل، لان بجد بطلع انا نفسي مسدوده مش قادره اكل. زائد ان انا اصلا يعني مفرهده، طالعه مفرهده طول ما انا تعبانه، ما اقدرش احط حاجه في بقي يعني كده. بس وده كان اليوم بتاعي وكده. حبيت اشارككم الروتين بتاعي واشارككم اليوم. آه، السوق ده عندنا يعني اسمه سوق التلات. السوق ده جنبنا في المرج. اللي يعني حابب يعرف السوق ده سوق التلات فين وكده، لا السوق ده في المرج. اللي حابب يعرف العلامة اللي في الحيطة دي يا جماعة، دي مش وسخ والله. العلامة دي يعني سولوتيب، مكان لزق سولوتيب بتاع يعني. كنت لازقة الزينة بتاعت رمضان وعملت مكان كده وما بيروحش. فضلا منكم اوعوا تنسوا الاشتراك وتحطوا اللايك. مع السلامة.